طبعا تحت هتافات وتشجيعات جمهور فريق ريال سوسيداد، جمهور الباسكي. انيستا عنده الكره يتوغل يلعبها ممتازه صعبه لليو ميسي. اوه الهدف جول. اوه حلال العقد ليو ميسي يفتح مجال التسجيل للبارسا الدقيقه السابعه منذ انطلاقه المباراه. ليو في المره الاولى ضيع، ليو في المره الثانيه لا يضيع، والثالثه ايضا والرابعه والخامسه وما بعد ذلك. صعب اليوم بعد كل هذا المشوار وبعد كل هذا هذه الاهداف وهذه الارقام انه نواصل الحديث عن ليو ميسي، لانه لازم نخرجوه عن القاعده تماما ونخرجوه عن القائمه ونخرجوه عن اللعبه تماما. ليو ميسي سيكتب التاريخ بانه ظاهره كرويه لم يسبق لها مثيل، ولا اعتقد بانها لا تتكرر، ولا اعتقد بانها تتكرر. ليو ميسي يستلم، ليو يسدد، وليو يسجل اول اهداف البارسا بهذه الكيفيه. أوب حطها على الزاويه اليمنى هذه المره من مرمى الحارس كلاوديو برافو. برشلونه متفوقه في اقليم الباسك في انويتا ستاديوم على الريال سوسيداد بهدف مقابل 0. عندما يكون عندك لاعب من حجم ميسي قادر على صناعه الفارق في اي لحظه من لحظات، يقول تشوري كاسترو سرعان ما تضيع تروح لبوسكيتس يلعبها لانيستا، انيستا مباشره لتشافي، تشافي قريب منه من هناك فابريغاس يفضل ميسي، تشافي عنده الكره يرفعها كره ممتازه لدانيال الفيش على الجليل من خطيره. الهدف نعم جول. جول 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 بيدرو، الهدف الرابع لبيدرو هذا الموسم في الدوري مع البارسا، الثاني لبرشلونة بعد مرور 25 دقيقة لعب. البارسا هي البارسا، ميسي وبيدرو يصنعان الفارق، هدفان مقابل 0. يحتار الفريق ماذا يفعل مع فريق برشلونة، تضغط عليهم تدفع الثمن، تبقى في منطقتك تدفع الثمن، تلعب في الدفاع تدفع الثمن، تتجمع في وسط الميدان ايضا تدفع الثمن. الفاتورة دائما غالية والثمن غالي في مواجهة فريق برشلونة الذي لم تتمكن الفرق الإسبانية، أقول الفرق الإسبانية لم تتمكن من إيجاد الحل لهذا التقليد الكروي ولهذه الظاهرة الكروية اللي تبقى في التاريخ. أعتقد بأنه ما يفعله فريق برشلونة بميسي يبقى في تاريخ كرة القدم. الأجيال اللاحقة ستتحدث عنه كثيرا، ونحن محظوظين جدا أننا نعايش هذه الفترة الجميلة جدا من عهد فريق برشلونة الذي يبدع ويمتع العشاق ويمتع حتى عشاق كرة القدم، ليس فقط عشاق فريق برشلونة. أعتقد بأنه صعب جدا على الفرق الإسبانية أنها تطيح بهذا النادي في السنوات الماضية وفي السنوات اللي 0 بقات النتيجة. طبعا شفنا التمريره نتاع تشافي، ولكن قبلها كان فيه طلب للكره من ليو ميسي. كره لكارلوس فيلا صعبه لصالح فريق ريال سوسيداد والهدف جول. اوه شوري كاسترو يسجل الهدف الاول لريال سوسيداد، هدفان لهدف واحد. لعبه ممتازه من كارلوس فيلا، خرج غونزالو شوري كاسترو ليريغواني وحده على الجهه اليسرى، تمكن من تسجيل الهدف الاول للريال سوسيداد. هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجه الان. محظوظون نحن، شفنا 3 اهداف لحد الان، شفنا كرتان في القائم، شفنا فرص للتهديف. كاسترو يسجل هدفه الثالث هذا الموسم في 18 مباراة لعبها. شوف خرجوا كارلوس فيلا لوحده، تسديده من اروع ما يكون على يسار الحارس فيكتور فالديز. ريال سوسيداد يعود من بعيد ويسجل هدف اول، طبعا يخلي المباراة على الاقل تكون ممتعة في شوطها الثاني، يخلي الامل قائم بالنسبة لعناصر ريال سوسيداد ولجماهيرهم لانهم على الاقل يخرجون بالتعادل اليوم من هذه المباراة امام برشلونة، ولو على ارضية ميدان ملعبهم انويتا ستاديوم باقليم الباسك في منطقة سان سيباستيان. تسديدة رائعة جدا يسارية، حطها في الزاوية اللازمة، تمكن إثرا من تسجيل الهدف الأول لصالح ريال سوسيداد من طرف الأورجواياني شوري كاسترو. ركنية خارجة هذه المرة، 6-7 لاعبين من لاعبي فريق ريال سوسيداد. بالراس الكرة خطيرة، جريزمان يضيع. القائمة الثانية كان في وضعية سانحة إلى راماندي في القائمة الثانية من هناك، ليس هناك أي شيء. كاسترو عنده الكرة، كاسترو يخرج من المراقبة يسدد الهدف، نعم جول. هدف التعادل للريال سوسيداد يا دانيال فالديز، هدف التعادل من جوري كاسترو، يسجل هدفه الثاني ثنائي اليوم. الريال سوسيداد يعدل النتيجة
هدفان لمثلهما صارت النتيجة الآن. الريال يعود من بعيد بعد 18 دقيقة لعب، هدفان لمثلهما. خلوطة الكرة ضربت في المدافع، راوغ باليسرى سدت باليمنى، ضربت في المدافع ومباغتة الحارس فيكتور فالديز. هو هدف التعادل لصالح الريال سوسيداد. كاسترو يسجل هدفه الرابع هذا الموسم. شوف الكرة في القائمة الثانية، استلم راوغ باليسرى وسدد باليمنى، ضربت في المدافع وغلطة فالديز. يا فالديز غلطة فالديز الكرة هذه، وهدف التعادل للريال سوسيداد. نعود نتذكر البارسا ب10 لاعبين منذ طرد جيرارد بيكي، دخل في مكانه غبير ماسكيرانو وخرج جيس فابريغاس. هاي الإعادة للكرة وهذا هدف التعادل لريال سوسيداد. شفنا 4 أهداف اليوم. طبعا واحدة من المباريات المثيرة للبارسا هذا الموسم، مثيرة لأنه فيها منافس وفيها حرارة. من الوقت بدل الضايع كارلوس مارتينيز، محاولة المرور، مسات عند الكرة، مارتينيز يرفع أصابه والهدف، جول جول البارسا يسقط في اقليم الباسك وينهزم بثلاثيه امام ريال سوسيداد لاول مره في هذا الموسم. الريال يفعلها ولكن ليس ريال مدريد، وانما ريال سوسيداد. 3-2 صارت النتيجه من كره واحده، من توزيعه واحده لمسها باصابع رجله المهاجم ايمانول اريغريتس، مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم. هذا هو الاغلى وهذا هو الافضل وهذا هو الاجمل الذي يطيح بالبارسا ويتفوق عليه بالثلاثيه 3-2 في الوقت بدل الضايع. خرج في القائمه الثاني، لم يكن متسللا. هدف رائع الثالث، المراوغه والتوزيع من كارلوس مارتينيز. بالثلاثيه يخسر البارسا اليوم امام ريال سوسيداد في اقليم الباسك 3-2. كل شيء انتهى. اعتقد ريال سوسيداد صنع الحدث هذا الموسم.